السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في مكان هتلاقوا فيه كل مرة حاجة جديدة. شرفتوني ونورتوني في أي مكان وفي أي وقت بتشوفوني فيه. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض البانيه. ايه رأيكم في البانيه ده؟ إن شاء الله يعني تجربوا الطريقة ويعجبكم ويكون حلو. مستوي قوي وحلو قوي من جوه وناشف ومقرمش من بره، يعني اللهم بارك. وبطريقة سهلة وكله في خطوة واحدة. هتاكلي احلى بانيه ومن غير خطوات كتير ولا دمج. يلا بينا نبدأ. هنا اول حاجة معايا كيلو الا ربع من صدور الفراخ البانيه، جايبها من عند الفرارجي. غسلتها ونضفتها كويس قوي وحطيتها في الفريزر نص ساعة كده تجمد شوية او ساعة على حسب يعني درجة حرارة الجو وقتها. حطيتها تجمد، يعني انا عايزاها نص تجميد عشان لما اقطعها تساعدني. يعني لو انت هتقطعيها انت بنفسك في البيت جمديها شوية، يعني ما تخليهاش جامدة قوي، يعني تبقى طرية كده بس ماسكة نفسها ناشفة. تقطعيها انت براحتك، وقبل ما تقطعيها نشفيها كويس عشان تعرفي تتحكمي فيها. هنا هي بالسكينة يعني، ولا اسهل بتحطي ايدك على من فوق كده وبتمشي، شوفي السمك اللي انت عايزاه وبتمشي بالسكينة بتقطعي السمك اللي انت عايزاه. شوفي ما شاء الله السمك بتاعها يعني تقريبا آه، يعني داخل على ربع عقلة الصباع. شفتي عقلة الصباع الحجم بتاع البنيهية؟ ربع عقلة الصباع. مش عايزين نتخنها قوي عشان تستوي معانا، ومش عايزين ننشفها قوي. هنا هقطع كل الكمية. هنا اهي كنت بوريكي تاني بتتقطع ازاي. يعني ما شاء الله هي في تقطيعها سهل لما تجمديها بس شوية صغيرين، مش تجمديها قوي. هتبقى سهلة معاكي في التقطيع، هتعرفي تتحكمي فيها وهتعرفي تتحكمي في القطعية اللي انت بتقطعيها، عكس ما تكون تجيبها من عند الفرارجي على طول وتشتغلي فيها. لا، بتبقى طرية، تبصي تلاقي السكينة بتخونك بتنزل معاكي كده. بتلاقي القطعة كلها مش سمك واحد. هنا انا في خطوة بس ما صورتهاش. انا بعد ما قطعت قطع البانيه دي بالشوكة غزغزتها غزغزة كده بسيطة، 3 4 غزات كده في كل قطعة في الاتجاهات كلها، علشان بس نفتحها كده نخرمها لما نحطها في التتبيلة تمتص أسرع. وخصوصا الخطوة دي تعمليها لو انتي مش هتقعدي البانيه في التتبيلة كتير. يعني أنا كنت مستعجلة سبته ساعتين بس، فعملت الخطوة دي عشان خاطر يتشرب وياخد من طعم التتبيلة أسرع يعني. هنا أنا ظبطتها، قطعت كل الكمية. هنا معايا كوبايتين من الزبادي أو علبتين زبادي، أي زبادي موجود عندك، أو لبن رايب برضو عادي هيشتغل. هنا نص فنجان من الخل. ومعايا هنا التوابل بتاعتنا، توم باودر وبصل باودر وفلفل اسود وملح وسنة كركم عشان يدي اللون الجميل، وكزبرة والسبع بهارات. اي توابل موجودة عندك ما توقفيش نفسك، وحطيت لها سنة قرفة صغيرة. وهنا معانا عصير ليمونتين، ليمونتين كبار حلوين تحطيهم برضو. الليمون والخل بيساعدوا الفراخ ان هي تشرب التتبيلة وبيدوها طعم حلو، وبيساعدوكي على السوا، بيخلوا الفراخ ما تاخدش يعني تستوي على طول وما تبقاش فيها دم من جوه، وكمان بيديها طعم حلو. واظبطي الملح بتاع التتبيلة دي، تظبطي الملح بتاعها، ولو عندك مكعب شوربة كمان ممكن تحطيه. هنا انا جبت مضرب سلك ولقيت المعلقة يعني مش هتديني القوام اللي انا عايزاه، جبت مضرب وضربتها كويس. وهنزل على الخلطة دي ببيضتين. انا مش هحط بيض وانا بقلي، هحط كل المكونات دلوقتي وانا بقلي هشتغل بالبقسماط على طول. تحطي بيضتين وتضربي اضربيهم ضربا مبرحا. اخلطي كده البيض في كل المكونات. ومعايا 3 معالق من الدقيق نزلت بيهم على الخلطة بتاعتنا. بصي قوامها هيبقى عامل زي قوام الكيكة اللي بنعملها، الكيكة الشاي بتاعتنا اللي بنعملها. بصي القوام، شايفة تقيل ازاي؟ يعني ما شاء الله. شوفي كريم شانتيه.
نزلنا بقى بالبانيه في الخلطة بتاعتنا. عايزة كده تدعكيه دعكة بايدك الكويسة كده وتسيبيه في قلب الطبق في الخلطة. تمام. انا بس ايه اخدته كده قطعة قطعة كده، شربتها في التتبيلة، حطيتهم في الطبق. شربيه بس كويس قوي كده. انا اصلا اديته دعكة كده الاول بايديا، بعد كده عملت كده بقيت اغط كل قطعة كويس عشان اخلي التتبيلة تشيل على القطعة من اليمين ومن الشمال، عشان لما احطها فوق بعضها يبقى كلها متغلفة بالتتبيلة من فوق ومن تحت. كل الفتحات اللي انا عملتها بالشوكة تشرب من التتبيلة كويس، ويبقى التتبيلة بتاعتنا تدخل اعماق اعماق كده قطعة البانيه عشان تديك الطعم اللي انت عايزاه. بجد الطريقة بتاعت التتبيلة دي ممتازة وتريحك بقى، وما تعمليش وانت بتقلي احط في دقيق وارجع احط في بيض وارجع احط في بقسماط وليلة طويلة سعادتك. لا، هو كله كده خلطبيطة بالصلصة مرة واحدة، والله الطعم ولا اروع، وهتديكي قرمشة محترمة وهتديكي الطعم اللي يرضيك يعني. حاجة ما شاء الله. هنا معايا البقسماط. انا بصراحة ده كان عندي فين وباقي بقسماط من العيال، ضربته في الكبة وملحته، بهرته وملحته، حطيت عليه فلفل اسود وحطيت عليه سنة كركم وحطيت عليه بهارات 7 بهارات كده وشوية ملح وظبطته، وهبتدي ان انا اغلف بيه. والله كان ولا اروع. واضغطي بقى يا ست الكل، حطي كده حتة البانيه وحطي عليها كده البقسماط عشان ايدك بس ما تتبهدلش، غلفيها كده بالبقسماط بالمعلقة ولا حاجة، واضغطي بقى كده ببطن ايدك، بطن الكف بتاع الايد، اضغطي على اخر ما معاكي. كل ما كبستيها قوي في البقسماط، كل ما الغلاف بتاعها ده مسك فيها، وبقى ما تيجي تقليه ما يفكش معاكي ابدا. يعني ما شاء الله معايا ما فكش خالص. كانت هي القطعة زي ما حطيتها خدت لونه زي ما طلعت، وماسكة ومقرمشة قوي من بره وطرية جدا من جوه، يعني حاجة ما شاء الله، طعم ولا اروع. هنا بقى في طاسة فيها زيت. خلي الزيت حبة حلوين يعني، ما يكونش قليل، عشان بس لما تسقطي البانيه كده في الزيت يستوي كله. وخلي الزيت، حطي البانيه ما يكونش الزيت سخن قوي، لا يبقى يعني درجة حرارته متوسطة، وابدأي انزلي بالبانيه بتاعك فيها. خليه ياخد السوا بتاعه كده على الهداوة عشان ما ينسلقش، عشان ما يتحمرش بسرعة من بره ويبقى من جوه لسه في سوائل او لسه ما استواش في دم. وهنهدي النار، هنخلي النار بتاعتنا متوسطة مايلة للهادية، يعني مش هنخليها هادية ولا هنخليها عالية، لا هنخليها متوسطة مايلة سيكة كده للنار الهادي. هنا ما شاء الله انا كنت قلبته على الوش التاني، يعني انا قلبته كده مرة. هتشوفي معايا بسم الله ما شاء الله يعني. شفتي الكفر متماسك ازاي على قطعة البانيه، ماسك نفسه. هنا انا طلعت اهو، كنت بطلع اول رصة حطيتها. بصي يا ست الكل عامل ازاي الكفر ماسك عليه ومجمد ازاي. بصي شكله ده الشكل النهائي بعد ما خلصت كل الكمية. حاجة كده اللهم بارك، عمايل ايديكي، حاجة انت ضمناها. وتشتري الفراخ صبحة، وبألف هنا وألف شفا. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي اللايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس، ومعايا ان شاء الله هنجرب كل جديد مع بعض. شايفة انا كنت بقطع حتة بس كان سخن قوي ما كنتش عارفة اتحكم فيه، بس كان ما شاء الله عليه